ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم على الكل بإذن الله. طيب يا اخواتي، النهاردة احنا جايين يعني بحاجة حلوة أوي ومهمة أوي بالنسبة لأي حد الأيام دي، حتى لو مش برقمه. ده في أرقام كتير الأيام دي أصلا بتطير عافية الأيام دي، بكل الأنواع بقى. انت هتفك أي نوع طاير دلوقتي. طريقة فك حظر الأرقام يا اخويا. تمام. وان شاء الله يا اخويا هتطلع من الفيديو فاهم كل حاجة، وكمان هتفك رقمك وخلاص كده انسى انك تتحايل على حد. طيب، قبل ما اقول اي حاجة كده صلي على النبي. تاني حاجة يا اخويا بقول لك ايه، انت ليك عندي حاجة. يعني انا بقول لك اهو، انت ليك عندي حاجة. ايه هي؟ ليك عندي ان انا اثبت لك ان الطريقة بتاعتي اللي انا جايبها لك واشرحها لك وانزلها لك شغالة وسليمة وتمام التمام. طيب، هثبت لك الكلام ده في اخر الفيديو. كل ده هتشوفه في اخر الفيديو، والاثبات عندك في اخر الفيديو، الارقام اللي انا فكيتها. تمام، ما تشغلش بالك بالحته دي، انا هثبت لك وهتشوف كل حاجه يا عم. طيب، انا بقى ماليش عندك اي حاجه يا عم. انا ماليش عندك اي حاجه. عاوز تتابعني عشان مثلا لو نزلت اكواد جديده باذن الله، بعون الله هنزل اكواد جديده. واللي محدش يعرفه بقى ان انا هرجع خلاص نسخ الحظر من تاني، وهرجع الاكواد الحظر من تاني. واي حد يعرف يطير من نسخه واحده. كل ده هتشوفوه، بس مش عايز بس ايه اكتر في الكلام، نسيبه على الله. طيب، مش طالب منك اي حاجه. عايز تتابعني تابعني، عجبك الفيديو عايز تعمل لايك اعمل، عجبك الفيديو مش عايز تعمل لايك ما تعملش. ما عجبكش الفيديو انت وخيالك. ان شاء الله تستفاد، وانا مش هقفل الفيديو ده غير ما احس ان انا اصلا من نفسي فهمت نفسي. تمام. فهمت نفسي، الكل يقدر يفهمني. طيب، يلا بسم الله كده. افهمكم الطريقه الجديده كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. الطريقه بتاعت النهارده يا اخواتي ان شاء الله يعني، برنامج الجيميل ده فكك منه نهائي. تمام، خلاص انهي. ده بح كده راحت عليه، فكك من الجيميل. تمام، قبل ما ابدا اي حاجه احب اقول كلمه ونص كده. الطريقه دي يا اخواتي انا يعني حاسس ان في ناس تعرفها، يعني في ناس عارفاها واشتغلت بيها، والطريقه بالنسبه ليا قديمه. اشتغلت بقى قبل كده وكتير كتير كتير. تمام. فيا عم انا بقول لك الطريقه كويسه، مش بقول لك الطريقه زيرو او الطريقه فجره. لا، انا بقول لك الطريقه حلوه وتقدر تفك بيها رقم. يعني تقدر تفك بيها ارقامك من الاخر. ليه حلوه؟ لان الشركه ما عليهاش ضغط. في ايه؟ في جوجل. بنبعت للشركه من على جوجل، فالشركه مش عليها ضغط، في جوجل عليها ضغط. في جيميل، طب وانت عايز تفهمني ان انت بتبعتش بالجيميل؟ لا، بتبعت بالجيميل، بس الرسائل بتبعت لها على بتوصل للشركه بطريقه معينه غير لما بتدخل لها من الجيميل نفسه. فانت شايف كده براحتك، شايف التاني براحتك. اهم حاجه بس الرقم يتفك. واحلى مسا عليكم، مش هنكتر في الكلام، يلا ندخل على الطريقه على طول. طب انت فتحت جوجل عادي كده، اي جوجل بسم عندك الله الرحمن الرحيم، او والصلاة المشهور والسلام اللي انت على أشرف عايزه. المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحباب اختار الكرام بحث. متابعينا ومتابعي القناة. كلنا عرفنا طب أو انا بقى سمعنا عن سايب لك الزيادات ايه، الجديدة اللي أعلن عنها رئيس الجمهورية. سايب لك في الوصف بقى ايه اللينك اللي هتدخل الشركه بيه اهو. تمام. وتدخل على اللينك عادي، تدخل على الموقع عادي جدا. تمام، بيجيلك الصفحه دي. والتاني مره بقولها لك على عادي، يعني لو حد عارف الطريقه عادي. ما تعرفش الطريقه يا عم واستفدت من الطريقه، حط لنا لايك. مش عايز تحط لايك، احلى مسا عليك، خد بوس. تعالى ندخل بقى يابا. ادخل على اول واحده دي. لو انت رقمك طاير ركز بقى معايا. لو انت رقمك طاير عادي ادخل على الطريقه دي. طاير انت كنت بتستخدم نسخه اعمال، ده بيبقى تقريبا انتهاك مشدد. يعني الاغلب في النسخه الاعمال بيبقى انتهاك مشدد. ادخل على الخانه دي. فانت بخيالك بقى برضو شوف انت طاير ازاي وادخل. فانا هدخل على اول خانه دي. تمام، عشان بس اوريك بنعمل ايه وكده. وتاني مره بقولها لك، انت ليك عندي ان انا اثبت لك ان طريقتي مش فيك. تمام. وانا لو على الفيديوهات انا مش عايز ارفع فيديوهات تاني خلاص، اصلا مش فارقه معايا. ف فانا بقول لك اهو، لو على الفيديوهات ولو على كده انا عمري ما هطلع طريقه فيك. ليه؟ مفيش فايده اصلا، انت فاهمني، على العادي يعني. فانا بقول لك يا عم، انا ما بجيبش حاجه غير لما بثبت، وهجيب لك الاثبات في الاخر وهتشوفه. هتدغري هتتصدم. طب خد الكلمه ونص دي كمان. يا عم بقول لك رقمك لو انت خرجت من الفيديو ما عرفتش تفك رقمك برضو. تمام. تعالى يا عمهم كلمني وشوف انا هعمل معاك ايه. وشوف يمكن انا افيدك اكتر، ويمكن يا عم افك لك رقمك. عاوز كلام تاني؟ اظن كده انتهى الكلام. والرقم بتاعي هيبقى يا عم في وصف الفيديو. طيب، احنا بنعمل ايه بقى؟ رقم الهاتف اهو. تمام، انت بتنزل تحت كده بتضغط لهم، تكتب لهم الكود اللي انا برضه هسيبه لك في الايه، في الوصف. تنزل كل ده من عندي. تمام. وتختار، لو انت ايفون تختار ايفون، لو انت فاتح من الكمبيوتر او اللابتوب اختار زي ما انت
داير بقى اللي انت داير بيه واللي انت ماشي بيه. تمام. وتحط رقمك هنا، هو بيختار ده الرقم اللي انا كنت عامل بيه واتس، ده رقم تاني يا جدعان مش اللي انت عادي يعني انا هحطه. تمام. وتحط اي برضو جيميل، وبعد كده ان شاء الله هبقى اجيب لكم برنامج بيعمل جيميلات وهميه، عشان ايه اللي مش بيحب يحط جيميل او مش بيعرف يعمل جيميل وبتاع وكلام من ده، فهو البرنامج بيبقى فيه جيميلات اصلا، تدخل تلاقي فيه جيميلات. ف ادخل بس كده في القناه بتاعه التليجرام والجروب بتاعنا على الواتس، وهتلاقي كل حاجه ان شاء الله. فهو حطينا الجيميل، ونأكد الجيميل تاني، خده كوبي وأكده. تمام. فبس هو دي في الخانة اللي بتعمل ده كله. طبعا اهو انت بقى بتحط رقمك هنا، وخلاص على كده يا عم. بتعمل بقى ايه اللي هي الكلمة الخطوة التالية دي. حلو. يقول لك ايه ارسال سؤال، فانت بقى ايه اختار حاجة من ده على مزاجك. تمام. بس انا يا اخويا بفضل يعني ان انت ما تختارش بالنسبة لي اللي انا ببعت بيه، بس لو اخترت مفيش مشاكل برضو كده بيرد عليك يعني فاهم. عاوز تختار بقى اختار دي اللي انا ضغطت عليها دي، بس فكك انا بالكلام ده. ادخل على طول ارسل سؤال. لما ارسل سؤالك يا اخويا بيقول لك ايه احنا بنردش مدة تصل الى 3 ايام. طب انت هتشوف في الاثبات ده ايه الوقت وكده، فشوف بقى انت بخيالك وشوف الوقت انا اما ردوا عليا في قد ايه وفاكر الرقم في قد ايه. واحلى مسا عليكم، خش على الطرش، خش على الاثبات. Cairo